مركبة تحمل أرقاما حكومية اختطفت طفلتين من حي النصر السكني غربي محافظة كربلاء في الساعة 12 ظهرا لترمى الجثتين بعد أن مثل بهما وطعنهما بالسكين وحرقهما. هذا ما رواه أهالي الضحيتين عن الجريمة المروعة التي هزت الشارع الكربلائي. طفلتان بعمر الزهور، الأولى لم تتجاوز ال4 سنوات، فيما يبلغ عمر الثانية 6 سنوات، خرجتا للشراء من أحد المحال التجارية القريبة من دارهما ليرجعا جثتين مشوهتين. أهالي الضحيتين حملوا الجهات الأمنية في محافظة كربلاء مسؤولية الحادث، لأنهم تقاعسوا عن توفير الحماية اللازمة لسكنة المحافظة. سيارة حكومية تجي تخطف 2 بنات، ولحد الآن الدولة يعني ما أعرف شو سوت، ايش قالت، شنو اللي لزمته، شنو اللي سوته، شنو اللي قدمت لنا اياه. يعني بنص المنطقة الساعة 12 الظهر تنخطف 2 وينذبحن وينحرقن قبال الدولة ذابن أصلا. يعني من جانا الخبر الشرطة أطفال هناك تلعب ذابينهن بهيكل على طريق الحر ومبرغين دورية، رايحة الدورية لاقيتهن شو مسوين بيهن خالك، حارقين وجوا والنوبة مشرحينهن موس. النوبة كل هاي ودوهن الطب العدلي ما يقبل يعطيهن إلا يشرحهن، وهن محتاجات سيارات فحم. الحكومة المحلية في محافظة كربلاء أعلنت الوصول إلى خيوط مهمة لكشف الجنات، مشيرة إلى أن الجريمة لا تحمل بصمات الإرهاب، بل لا تعدو كونها دوافع إجرامية لأخذ الثار والمشاكل العشائرية، واصفة الحادث بالبشاعة والأول من نوعه في المحافظة. اليوم وجدنا إن شاء الله خيوط لإيصالنا إلى الجاني إن شاء الله المجرم، وعن الساعات القادمة سوف نعلن عن من هو الجاني إن شاء الله، ونحن سارين بالتحقيق. هذه الجريمة ليس إرهابية، هي بصفتها أكثر من الإرهابية، لكن ليس إرهابية، وإنما قد تكون يعني عداوات شخصية أو عداوات يعني بهذه المنطقة إن شاء الله. تساؤلات كثيرة تثيرها هذه القضية الإجرامية، يأتي في مقدمتها كيف استطاع الجنات الحصول على سيارة حكومية وتنفيذ جريمتهم في وضح النهار دون خوف أو تردد، وهو ما يثير قلق أهالي كربلاء من أن تتكرر هذه الحوادث في ظل عدم قدرة الجهات الأمنية على توفير الأمن لسكنة المحافظة. من محافظة كربلاء، معتز العبودي، قناة دجلة الفضائية.